أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج جادب وكتاب. يلا بينا نسمع قصة. اهلا وسهلا بيكم. معاكم ندى عصفور، والنهارده نحكي حدوته جديده. ممكن اتعرف على اصحابي الحلوين؟ أنا اسمي عائشة، عندي 11 سنة. عائشه، تمام. صاحبتنا أنا اسمي ريتال وعندي 10 سنين. اهلا بيكم يا صحابي. بتحبوا الحواديت ولا ايه؟ بتحبوها؟ بتحبيها؟ أيوة. قصتنا النهارده اسمها القردة ديدي والدواء السحري. القردة ديدي دي كانت معروفه دايما بحبها الشديد للطعام، كانت بتقعد تاكل كتير جدا جدا من غير ما توقف خالص اكلها، برغم ان الدكتور دايما يقول لها لازم ناكل باعتدال، ما ينفعش ناكل كتير. وفي يوم من الايام القردة ديدي لقت دعوه السنويه من مطعم الجده نرجس. كانت الجده نرجس متعوده كل سنه تعمل دعوه، الدعوه دي كانت بتقول لاصحابها كلهم ايه، يلا تعالوا كلكم كلوا عندي في المطعم. فضلت ديدي طول اليوم بتفكر في الغداء السنوي، يا ترى بقى الجده نرجس عامله لنا ايه. وفي المساء اخذت تاكل حتى غلبها النعاس، راحت خالص في النوم وانتفخت معدتها واصبحت زي البالون، وبدات بالصراخ ولكن دون فائده، حتى وصلت الى منزل الطبيب اللي احضر منطاد على الفور وطلب منها الامساك بالحبل. قال لها يا قردة ديدي امسكي الحبل وتناول الدواء. لكن ديدي اخذت تبكي وتقول لا 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 لا، انا مش بحب طعم الدواء ده، طعم الدواء ده وحش. لكن الدكتور قال لها لازم ناخد الدواء لان هو ده الحل. وبينما ديدي كانت بتبكي وتصرخ سمعت صوت عالي جدا فسقطت مره واحده على الفور. اتاريها كانت بتحلم، كانت نايمه فوق السرير وبتحلم، فحمدت ربنا ان هو كان حلم. وفي مطعم الجده نرجس اخذت ديدي تراقب الجده بالصمت. طبعا الجده كانت مستغربه ازاي ديدي ساكته ما بتقعدش تاكل حته من هنا ولا حته من هنا. فسالتها، قالت لها هو يا ترى يا ديدي طعامي ما بقاش شهي زي الاول ولا ايه؟ ردت ديدي قالت لها لا يا جدتي، طعامك دائما لذيذ. وبعد لحظه سالت الجده، قالت لها يا تيتا هو ممكن الطعام كتير تناوله يبقى ضار؟ طبعا الجده نرجس قالت لها طبعا يا ديدي. ليه؟ لان احنا لو اسرفنا في الطعام هيكون ضار جدا. فسالت لها ديدي، قالت لها ازاي؟ راحت قالت لها الجده، قالت لها عندما لا نعتدل في تناول الطعام فلا نقوى على الحركه او النفس. ألم تسمعي يا ديدي بوصية رسولنا الكريم اللي احنا قالها لنا نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ طبعا ديدي اقتنعت بكلام الجده نرجس وشكرتها جدا على النصيحه، وعادتها اللي هي تاكل باعتدال وما تاكلش لحد ما بطنها تنتفخ لحد الاخر. وفي الحفل راحت ديدي للدكتور وكانت معاها طبق صغير مليان حاجات صغيره جدا، وقالت له انا اسفه جدا يا دكتور ان انا ما سمعتش كلامك، انا فعلا كنت مخطئه وعرفت ان الاعتدال هو الدواء السحري. فرح الدكتور جدا بالقردة ديدي وقال لها انت كده شاطره خالص، ومن هنا ورايح هناكل ايه باعتدال. ايه اكتر حاجه عجبتك في القصه؟ إن القردة ديدي عرفت خطأها وصححته. ان القردة ديدي عرفت خطأها وصحته. طب ايه هو كان ايه غلط القردة ديدي؟ إن هي كانت بتاكل كتير وما كانتش بتسمع كلام الدكتور. طب تعرفي ايه هي العادات الكويسه الصحيه في الاكل عامه؟ ممكن ان انا اكل 3 وجبات في اليوم وتكون كاملة، يعني مثلا فيها بروتين، فيها خضار كده، يعني تكون غنيه بكل الفيتامينات والمعادن، صح، اللي احنا محتاجها الجسم. طب انا ينفع طول النهار بحب الملوخيه افضل اكل ملوخيه؟ لا. طب ينفع افضل طول النهار اكل مثلا جزر، بحب الجزر اكل جزر؟ لا. طب في صحابنا اشقية ما بيحبوش السبانخ، ينفع ما ياكلوش السبانخ خالص؟ لا. طب ليه؟ يعني عشان خاطر هو السبانخ بيبقى غني بالايه تعرفي؟ الحديد. الحديد بيخلينا اقوياء، صح؟ ايوه. طب في ناس تقول لك ايه، لا انا اخاف بقى على جسمي واخاف انا اتخن فبطل اكل، كده صح؟
غلط. غلط، لازم اكل بكميات معقوله كل يوم، لان جسمنا فعلا بيحتاج ايه كميات معقوله. في اطفالنا بيقعدوا يحبوا الحلويات وياكلوا سويتس كتير جدا، مصاصات وشوكولاتات طول الوقت، ده ينفع؟ لا، طب ما ينفعش ليه؟ عشان بتسوس السنان. يسوي السنان، برافو عليكي. طب في بقى في ناس كده هتقعد بقى تقول لماما يا ماما انا عايزه اكل برجر، يا ماما انا عايزه اكل ناجتس، يا ماما انا عايزه اكل من بره، طول الوقت طول الوقت طول الوقت، ده ينفع؟ لا، طب ليه؟ لان الاكل من بره ما بنبقاش عارفين مصدره، وكمان ما بيبقاش صحي زي اكل البيت. برافو عليك. طب انتوا عارفين ايه اضرار الاكل اصلا الكتير، او الاكل اللي هو الفاست فود او الكلام ده كله؟ عارفين ايه اضراره علينا؟ بيوجع بطني وممكن ما اعرفش اتنفس اصلا. هو فعلا هو اصلا هو بيزود الجسم ليه سعرات حراريه معينه، هو ممكن يعمل لنا ايه، يزود السعرات الحراريه بتاعه الجسم زياده عن احتياجنا، فبالتالي بيعمل سمنه ملهاش اي لازمه، وبيعمل لنا اضرار كتيره جدا. طيب حد ينفع ناكل قبل النوم؟ ممكن اكل قبل النوم بس مش بكميات كبيره. فعلا. عارفه ليه الكميات الكبيره بتعمل ايه فينا؟ الطعام يا ولاد بياخد وقت تمام معين عشان يتهضم، فاحنا لما بناكل كميه كبيره وننام دوت غلط، لان هو بيعمل لنا عسر هضمي، بيخلينا كمان بيحسسنا بالخمول، فهي دي مش حاجه كويسه. وطالما عجبتكم القصه يلا نحكي قصه كمان، مستعدين؟ مستعدين. مستعده؟ ايوه. يلا بينا. قصتنا دلوقتي اسمها لانا والارنب. مين بيحب الارانب؟ انا بيا. تحبي ايه في الارنب؟ بحب فرو لما بينزل ودانه اللي تحت. بروح ننزل ودان. طب بما اننا كنا بنتكلم قبل كده عن الغذاء، يا ترى بقى الارنب بياكل ايه؟ خس. خس بس ولا بياكل حاجه كمان؟ جزر. جزر. طب الجزر بقى بيفيدنا في ايه تفتكري؟ في النظر. بيقوي النظر. والخس؟ بيسرعنا. لا، الخس بيبقى مليان بالالياف، والالياف دي بتمد الجسم بالمعادن، وبتقدم بتخليه يعني ايه قوي شويه. في بيت الجده كانت لانا موجوده هناك وبتقضي اجازتها. لانا وهي بتدور في وسط حاجاتها ما لقتش الارنوب. ايه ده طلع ارنوب مش حقيقي ولا طلع ارنوب لعبه؟ لعبة. لا، لعبه. ده بطلنا طلع ارنوب لعبه مش حقيقي. في حديقة المنزل كان في قطة جميلة ماسكة ايه في بقها؟ ده أرنوب، برافو عليك. وهي بتفكر بتقول ايه ده؟ ايه الشيء اللين دوت؟ هو أنا ممكن أستخدمه كسرير؟ ما كانتش عارفة إن دوت الأرنوب بتاعت لانا، خدته من غير ما تقصد. طبعا الجدة ولانا قعدوا يدوروا على الأرنوب تحت السرير، فوق الدولاب، في الجنينة، مش لاقيينه. الجدة قالت تلهي لانا شوية، فقالت لها يلا تعالي نعمل فطيرة على شكل أرنوب. وفعلا قعدوا ايه يعملوا الفطيرة، وكانت لانا والجدة مبسوطين جدا، والجدة عجبتها فطيرة لانا اللي كانت شبه الأرنوب. لكن فجأة لقت الايه؟ القطة بتبص على الايه؟ على الأرنوب، الفطيرة اللي على شكل أرنوب، وتقول ايه ده؟ الله، ده شبه السرير الجديد. طبعا الجدة ولانا عرفوا دلوقتي مين اللي بيخفي الايه؟ الحاجة. طلع مين؟ القطة طلعت بتخبي الحاجة. وبصوا بقى ما دخلوا بقى شافوا المخبأ بتاع القطة، طلعت بقى مخبية ايه؟ كانت مخبية الأرنوب وصفارة وبكرة خيط. صح، وبكرة خيط. انتوا عارفين ان القطة دي كانت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة معينة اسمها ايه؟ فن ايه؟ إعادة التدوير. إعادة تدوير. مين بيحب يعمل إعادة تدوير ويقول لنا أفكار كده؟ مين فيكم يحب إعادة تدوير؟ فكري كده معايا. ممكن لو عندي مثلا ازازة قديمة مش محتاجاها ممكن اقصها وازرع فيها، او لو عندي كورة ممكن استخدمها كأباجورة كده يعني. حلو جدا. فن إعادة التدوير دوت هو اللي احنا الحاجة القديمة اللي عندنا ممكن نعيد استخدامها بشكل جديد، فتطلع لنا منتج جديد ممكن نستخدمه. انت قبل كده عملتي حاجة في إعادة تدوير؟ ما عملتيش قبل كده حاجة في إعادة التدوير. بصوا، إعادة التدوير دوت حاجة مهمة جدا دلوقتي احنا كلنا المفروض نعملها، وهتلاقوها كتير في بيوتنا. زي مثلا ما هو ممكن يكون عندها برطمانات الصلصة،
مش كلنا عندنا برطمانات صلصه؟ مش تلاقي ماما مثلا تغسل البرطمان ودلوقتي بيعملوا بيها عليها حاجات حلوه وتعملها مثلا التوابل. في دلوقتي الاطارات بتاعه الكاوتشات بيعملوا منها ترابيزات. فدلوقتي على التدوير ده حاجه مهمه جدا. ليه؟ عشان احنا بنحافظ على الحاجه وبنعيد استخدامها تاني وبنستفيد منها، بنبقى منتجين. افضل ما الحاجه ما تبقاش ليها لازمه ونقوم راميينها، فدي حاجه حلوه جدا. ريتال، انت عارفه يا ريتال هم دلوقتي بيصنفوا البلاستيكات في حاجه بيقوموا عاملين دلوقتي الباسكت كذا كذا حاجه، يعني واحده للورق واحده للايه؟ للأزايز، وفي لو أكل مش محتاجينه بنرميه، بس ده بيبقى غلط يعني. ليه بيبقى غلط؟ لا هو مش بيبقى الاكل مش محتاجينه بنرميه، هي بتبقى باقي الاكل. في ساعات مثلا انت كلتي تفاحه فبقيت التفاحه اكيد مش هتاكليها، صح؟ الا لو انت عايزه تزرعي البذر بقى بتاعها تقعدي تزرعيه، صح؟ طيب تفتكري بقى هم بيعملوا كده ليه؟ عشان يعيدوا تدويرها. بيعيدوا تدويرها فعلا. بيجي بقى ناس المصانع الكبيره مثلا بتاخد الايه الازايز والبلاستيكات ديت وبتبتدي تدخلها تاني، بتدخلها في المكن وبتعيد تدويرها وبنعيد استخدامها تاني. الورق كمان، الورق بتاعنا دوت بندخله في صناعات مختلفه، والقماش كل دوت بيخش في صناعات ومنتجات جديده بتبقى موجودين عندنا في السوق. وفي نفس الوقت احنا بنحافظ على البيئه، لان في ناس بتقوم جايبه مثلا ازاز الميه دي تقوم رميها في الايه في النيل، صح؟ مش في ناس بترمي ازاز الميه في النيل والاكياس البلاستيك؟ تعرفي ايه مخاطر الموضوع دوت على الحيوانات او على البيئه؟ يعمل تلوث في البيئة. ازاي يعني بيعمل تلوث في البيئه؟ ازاي؟ شايلي اكتر كده. عشان ساعات في بلاستيكات وحاجات بتبقى فيها تلوث وحاجات. انتوا عارفين ان البلاستيكات والحاجات ديت بتاثر على الثوره السمكيه؟ عارفين الموضوع ده؟ هو فعلا ان هو ممكن اصلا السمك والحيوانات البحريه ما بتعرفش هي بتاكل ايه، فممكن تاكل اصلا كيس بلاستيك فتتخنق منه. ده بيحصل اصلا كمان حتى في الصحراء لما بيلاقوا الحاجات دي كلها ممكن الحيوان ممكن زي الجمل وهو ماشي يلاقي كيس بلاستيك يقوم واكله فيسبب له اختناق فما يعرفش يكمل بقيه مسيرته ويموت. ففي حيوانات كتيره جدا بتموت بسبب الموضوع ده، بسبب الاكياس البلاستيك وسبب الازايز اللي في ناس كتير ما بتعرفش ايه اضرارها على البيئه وبترميها وخلاص. مش ده بيحصل؟ نفس فكره ان برضو انت بتكوني مثلا في جنينه او في حديقه وبتاكلي وتقومي راميه الحاجه، ما انت بتضري النبات، صح؟ ما انت ممكن ترمي الحاجه ديت على اي نبات فالنبات يموت، وفي نفس الوقت انت بتضري البيئه، بتخلي المنظر وحش، ما في تلوث بصري. مش احنا كده بنخليش حدائقنا بتبقى حلوه، وبنخلي العمال بدل ما هو بيروح يشيل الحاجه من الباسكت الزباله بيفضل يلم حوالينا. حلوه القصه؟ حلو. حلوه؟ عن صوتك قوي. حلو. حلوه القصه؟ حلو. كده خلصت حلقتنا من برنامج كاتب وكتاب. باي باي.